احنا كنا نعاني من بساط الشوارع وما زلنا في بعض الأماكن طبعا، لكن اليوم زاد عليها بساط الفيسبوك. اليوم احنا في تجار مرخصين بدفعوا اجارات، بدفعوا ضمان اجتماعي لموظفينهم، بدفعوا جمارك، بدفعوا ضريبة، وبالمقابل في صفحة غير معروفة فيسبوك عم بتبيع بضاعة مجهولة المكان. طبعا هاي صفحة غير مرخصة، ما بتدفع ضرائب. احنا اليوم ما بدنا نقطع ارزاق الناس اللي بيبيعوا عن طريق هاي الفيسبوك او الصفحات اللي احنا سميناهم بسطات، ولكن بدنا نعملهم زي تجار لضمن القانون، ويدخلوا ضمن دائرة القانون ويدفعوا ما عليهم، حتى انهم يتنافسوا صح، وحتى المشتري نضمن له البضاعة وجودة البضاعة بكفالة معينة، وما يكون في تغول على المشتري ولا على المحلات التجارية المرخصة، وبالتالي يكون في عدالة.